ايه مش لحال طفيتها. كل ده عشان سيجارة. فبالمرحلة الجاية اللي أنا هلا كنت عاملكم إياه إنه في نقلة موسيقية جديدة بإيد الرحمن فقط بنقدر نعرف. أنا بعرف حالي إني أنا بقدم إن شاء الله مادة حلوة. أنا فنان بتعب على كلمتي وعلى لحني وعلى شغلي وبقدمه دايما بصورة جديدة وهوية حلوة. بس رح يكون مختلف إن شاء الله، وبدي تكونوا متقبلين وعندكم رحابة صدر، ومثل ما كنتوا تحسوا إنه الغنية ما كنتوا تفهموها من أول مرة تسمعوها مرة تانية لتلقط معكم، لأنه في نمط موسيقي جديد عم ينطرح. يا رب الله يوفقنا فيه. وأنا مع جمهور مثلكم دعمني ودعمني بكل هالسنين وبكل هالنجاحات وبالمليارات الاستماع من كل مكان بالأرض، من تونس، من المغرب، من سوريا بلدي الحبيبة طبعا، من الخليج العربي، من مصر البلد الشقيقة العزيزة. فأنا بعرف إنه هذا الجمهور هو مكفي يدعمني لأطرح وجهة نظري بالموسيقى دائما ويحبوها، لأنه أنا اسمحوا لي أكبر. يعني بدي الجمهور يسمح لي أكبر، لأنه بس الإنسان يكبر هو هو ما بيشتري أغانيه، هو بيعملهم بإيده. طبيعي الموسيقى تكبر معه، تتغير معه، تكبر مع أفكاره، تتغير مع أفكاره. يمكن تحسوا فيها شوية حزن أكتر تصيروا للموسيقى، يمكن تحسوا فيها شوية فرح أكتر بطبيعة الحال، لأنه الإنسان هذا اللي عم بيحط روحه بغنية وأفكاره بغنية، مشاعره عم تتغير، عم تنضج، أفكاره عن الدنيا عم تتغير وعم تنضج. وما في حدا بالكون بيقدر يساعدني بهالخطوة إلا الجيل اللي دعمني، اللي هو انتو، اللي هو هالعلاقة الوطيدة اللي بنيتها بيني وبينكم، اللي كانت دايما عم بتساعدني وتكون أرض خصبة ومساحة لعبر فيها عن حالي وعن موسيقتي الجديدة. ناوي تتزوج؟ والله أنا بحب أتزوج، بحب فكرة العائلة والاستقرار. إن شاء الله هيك الله يرزقنا ببنت الحلال بوقت المناسب وبتجوز أكيد، وبنفرح مع بعضنا. يعني بدي أعمل العرس يكسر الدنيا إن شاء الله. وأنا بعرف إنه أنتوا رافقتوني بكل المراحل من سنين وسنين، يعني وواثق إنه رح ترافقوني بالمراحل الجاية، بس حسيت إنه واجب خبركم شو عم فكر، لأنه أنتوا معنيين، ولأنه أنا بقدم لكم إلكم، ولأنه أنا دايما بقولكم إنه أنا منكم وفيكم، وهي بالنهاية تعبير عني وعنكم، فلازم إلكن شو عم فكر، وإلكن حق علي. أنا مش ملكي، حياتي مش ملكي، وموسيقتي مش بس ملكي، هي ملكي وملككم. أنا بقدمها بالنهاية إلكن، فإلكن حق تقولون لا نحن بدنا هذا الشي. بس أنا ما فيني أتقيد بلون موسيقي معين ونمط موسيقي معين، صعب علي بيكون الموضوع. بحب دايما أعبر عن حالي وأقدم حالي بصورة جديدة واللي بحسها بتشبهني. وريني الجوائز، عم بعدهم شوي، حاطهم بالبيت اللي تحت كرمال ما يضل الأجواء الفنية بوشي. وإذا قلت اسمي حازمك على كشري بمصر، مع إنه شكلك كذابة. مريم لازميني على كشري بمصر. كيف الحماس لحفلة لبنان؟ إن شاء الله رح تكون حفلة حلوة، محضر لكم شي وكتير مفاجآت حلوة بقلب الحفلة. مع النجمة طبعا هيفا وهبي. إن شاء الله هيك تكون حفلة حلوة وتعجبكم ونعمل شي يكسر الدنيا إن شاء الله. مين هي العروسة؟ لسه مو موجودة، بتنوجد مع الوقت. مين أكتر حدا بتحبه؟ عائلتي، بحب عائلتي كتير. وين عنتور؟
تحت، هو وميمي وكيرا وحديقة الحيوانات اللي عندي بالبيت. لو رجع فيك الزمن لحظة قبل الشهرة كان قدامك خيار بين الحب أو حلم الفن، شو كنت هتختار؟ هو اليوم الشامي ممكن يضحي بقلبه كرمال حلمه والعكس. أنا خلقت لأكون فنان، يعني ما ممكن بدي شي عن الفن، لأنه خلقت لأكون فنان، لأنه الفن هو مساحة للتعبير، فأنا خلقت لأعبر، خلقت لأحكي شو بحس وشو بفكر. لأنه اللي بيحكي شو يعني اللي بيقدر يعبر عن نفسه ويوصل لفئة كتير كبيرة من الناس، إذا في عنده إشياء يعبر عنها مختلفة، وهذا الشيء اللي بحب طوره بحالي دايما. كم عمرك؟ 23 سنة. أول لايف فتحته هون كان عمري 18 سنة، آخر 17. الألبوم تعتبره نفس النمط القديم ولا الشامي رح يقدم نفسه بطريقة مختلفة هالمرة؟ والله يا بيك، هو ما في نمط قديم ونمط جديد. يعني اللي عم بحكي هيك مثل كأني سياسي على الجزيرة. الشخصية اللي مركبها هلا. والله يا بيك، هي الفكرة انه بس النمط القديم او اللي قدمته، مشان ما نسميه النمط القديم، هو كان بيعبر عني بهديك المرحلة، يمكن يضل يعبر عني لمرحلة القادمة، بس الأكيد إنه حيتغير، لأنه أنا عم بكبر وعم بتغير، وهذا الشيء رح يخلي في بطبيعة الحال اختلاف بالفن. ومش بس هي النقطة إنه أنا على يقين ومتأكد إنه الجيل إذا لم تنضج معه الموسيقى وتكبر معه الموسيقى ببعد مرحلة معينة حتبطل تناسبه. لأنه اللي كانوا يسمعوني من 4-5 سنين هلأ يمكن كان عمرهم من عمري، هلأ عمرهم بالعشرينات، صاروا بالجامعة. واللي بلش عمره 20 سنة يسمعني هلأ صار عمره 26-27 سنة. فلازم تتطور معه الموسيقى وتكبر، لأنه بهذا العمر ما بقى بده يسمع بس حالة عاطفية بسيطة بتناسب الجميع. بهذا العمر لما الجيل عم يكبر بده طرق مختلفة شوي أو تواكب نضجه، موسيقى تعبر عنه. أنا هيك، أنا بحاجة هذا الشيء. يعني تخيل، اسألني هلا إذا أنا شو عم بسمع، بقولك ما عم بقدر اسمع شيء. أنا ما عم بقدر اسمع شيء، لأنه يلي عم يتقدم هو عبارة عن إعادة هيكلة وإعادة تدوير لنفس المواضيع المنقرضة من 20 سنة أساسا، بس بالوجهة النظر الجديدة اللي قدمتها أو اللي كمان أشخاص قدموه. فهمت شو قصدي؟ في حدا حكى عن قضايا عن ما بعرف، في حدا عم يحكي عن اللاجئين يلي كبروا برا وصاروا أجزاء من مجتمعات مختلفة بجملة اللحنية تسمعها تحسها. تعتقد انك قادر تتنبأ بمتطلبات سوق الموسيقى؟ متطلبات سوق الموسيقى بيك هو انا اللي حاسه. يعني انا شو عبالي اسمع بدي اقدمه. عم بزعل انا هلا طلعت على المانيا، ونحن هلا تحررت سوريا، بترجعوا؟ قال وين نرجع؟ المانيا بلدنا. شوف هالموضوع الحساس، شو عم نحكي نحن. يعني طلعت المشكلة مش حرب، مشكلة اكبر من هيك. المشكلة في جيل صار ينتمي الى مكان اخر تماما. طب هذا الحكي بده لانه الموسيقى لما بتواكب مرحلة معينة حساسة بتصير مثل الموسيقى التصويرية لفيلم. يعني مثل احنا هلا عايشين في فيلم اللجوء،
والنازحين اللي صاروا أجزاء من مجتمعات مختلفة بدك تعمل لهم موسيقى تعلق بذاكرتها لهالمرحلة. النازحين اللي بقلب سوريا هدول مين بيحكي عنهم؟ طيب قضايا المرأة والمجتمع هدول مين بيحكي عنهم؟ هل يوجد عنا فنان بيطرح قضايا اجتماعية بطريقة بتشبه إذن المستمع وإنتاج ضخم؟ لا يوجد. طب أنا قادر ألبي هذه المتطلبات، بس بدي الجمهور يسمح لي. أنا عبالي أحكي عن هدول الناس؟ أنا ما بضل عم بحكي عن حبيبتي اللي تركتني من 7 سنين، خطيت أنا. أكيد في هيك شي بالألبوم، أكيد في هيك شي بالألبوم، لازم يكون في هيك شي بالألبوم. في الشأن الداخلي السوري هو بحاجة لوحده لألبوم. يا بيك الشأن الداخلي السوري هو لوحده لتعبر عن الشاب السوري اليوم أو العربي، هو لوحده بس بحاجة ألبوم، مش غنية تقدم له. سلام، فيك تجيبي لي الشاحن تقبريني؟ ايه شاحن وصلة جيبي لي اياه. انه انا هلا لما بسافر وبشوف اخواتي ومو اخواتي يعني بالدم، ولاد البلد وهيك، وعم نشوف هالقصص اللي عم بتصير، وبقول انه حلو نقدم لهم شيء يرفع عن نفسهم، بس حلو لانه الموسيقى والكتاب والسينما والدراما هي توثيق مرحلة وكشف الضوء. هذا سبب تواجدهم بالحياة. فعندما يتحول الفن لبس نحن عم نقدم مادة تغير جو، حلو، مطلوب، أكيد لازم نبقى نقدم مادة تغير جو، لأنه بحاجة الناس بحاجة. بس لما بتتحول فقط لا الفن بس لشي يغير جو، بطلنا نحن بجزء من المجتمع، وبطلنا منمثله، بطلنا منمثل الجيل صراحة. وأنا مالي حابب هالصورة لنفسي، أنا ما انوجدت هون لهيك. لما غنيت برضاك وقربان وغنيت أغنية يلي بعدها عايشة مع الفانز لليوم، يلي بيطلبوها بكل حفلة، أنا غنيتهم بناء على شي عايشه أنا وياهم، وعبالي غني عنه بوقتها، بغض النظر عن قديش رح يكون عليهم رقم بالنهاية على يوتيوب. وأنا واثق، يعني أنا واثق بالإنتاج وبالموهبة اللي الله عطاني إياها، الحمد لله رب العالمين، إنه دائما بتوصل لفئة كبيرة. مش هذا العتلان همه. بس لما بيكون في عندك فئة كبيرة من الجمهور عم تعطيك ضوء أخضر وتدعمك، تقلك إيه احكي عنا بهاي الأمور، لأنه الإعلام والصحافة وعد تفكر بيسمح لك. الإعلام والصحافة حالك شو بتعمل؟ أنت بتكون مقدم قضية اجتماعية قد الكون، بس جايبة 30 مليون بدل 100. الإعلام والصحافة السخفاء طبعا بيقولوا لك ها شوف، بيحكوك بالرقم، لانه هدول مش موجودين ليحكوا عن القضايا الاجتماعية، موجودين ليكونوا عم يحكوا عن السخافة. هي حطينا على الشحن. كيف تعرف ان العمل الفني نجح ووصل للناس؟ اذا في 3 تأثروا فيه وتعلموا شيء من العمل، او حبوا، او عدل منهم شعور، يعني وصل للناس. هو مش الفكرة مش حجم الانتشار قد ما هو حجم التأثير.
يعني في عندي أغاني أثرت وعملت لي جمهور قوي أكتر من أهم الهتات بحياتي، بسبب لأنه لمستهم أكتر. فكرة الفن والموسيقى هي ما مدى التأثير وليس ما مدى الانتشار. بس انه طبعا ما فيك تعمل تأثير بلا ما تعمل انتشار، والانتشار بيكون بطبيعة الحال متعلق بالقدر اللي انت يعني قديش بتقدر تشبه ناس والناس يشبهوك، هذا هو الانتشار. يعني الغنية لما بتجيب 100 مليون او 200 مليون شيء مهم طبعا، هذا انتشار. بس فيها تكون جايبة 700 مليون وما عملت صفر تأثير، لانه غنية ما بتحكي عن شيء، او ما فيها جملة عاطفية او لحنية لمست لك قلبك بشيء. يعني اللي هي هذا المصطلح اللي اليوم متداول اللي اسمه ترند. بس فيك تكون انت فيك تحول مصطلح الترند ل... لشيء صحي وذو تأثير أكتر. يعني لما كنت بتونس ولما كنت صراحة أنا هذا الحكي بناء عن تجربتي ما بعد الانتشار، ورجعت على بيتي، وكنت أنا مؤخرا من أقل من شهر كنت بالرياض وجدة. كنت عم شوف العلاقة اللي بيني وبين المحبين والجمهور اللي الله عطاني إياهم، وعم أقول براسي عم حلل شوي، ففهمت إنه هول من أيام الأغاني اللي أثرت، مش من أيام الانتشار. فإذا أنا بدي أعمل أغاني بتأثر، أنا بدي أعمل أغاني بتصيب القلب. باين عوجك تعب؟ لا ولو كتير مرتاح هالفترة، عم باكل كتير منيح وأموري كتير بخير ومبسوط، وأنا يعني وعائلتي هيك أجواء رمضانية حلوة. قول اسمي بليز، أمي عم تبهدلني بدي أخلص. طيب رارا، رارا أكيد مو اسمك رارا. والله هو مش يوبرني ربك يا بيك. صاير جدي برو ماكس هلا كل هاد البهدله والتنمر لاني مطول دقني شوي. والله احترنا معكم قصه ولا خليها. شو فطرت اليوم؟ قلت لكم كوسه محشي وفريكه طيبه كتير. بدي ايفون وانا كمان. منصور اي والله انت من المحاربين القدماء، انا اعترف. ملك من المحاربين القدماء. رورو من المحاربين القدماء. اندو شروق مش من كتير قدماء، بس من الفانز يلي بيرفع فيهم الراس. ذاكركن هايلة، او ان شاء الله اقول هاي الاسم صح. ليدي طبعا ليدي من الاقدم. مين كمان؟ صعيب من الاقدم. نسرين.
بذاكركم كلكم، حافظكم كلكم بالحرف يعني، وبأسماءكم، بشوف تصاميمكم وبشوف محبتكم، وتأكدوا انه ما بيكمل اي شي من المشاريع اللي عم قدمها او اي شي من الشغل اللي عم بعمله بلا هذا الدعم اللي انتو بتقدموا لي اياه، لانه هو راس مالي، وهو الاساس اللي ببني عليه الفن. بين عضو الشمعة طفت الكهرباء. غريب ايه، طفت الكهرباء وفجأة لقيته شمعة ضويت. اوه انا ايه انا مش عاوز. طفي الكهرباء وضوي الشمعة دغري بنفس اللحظة. خليك هيك عملنا جو رومانسي. طيب اشتغلت الكهرباء، مش الحال. طيب بقى هاي ما بينعمل عليها غنية، طفيت الكهرباء هاي تكون قاعد عم تفكر لك بشي مشروع فني بتنقطع سلسلة أفكارك يا أخوي. سلام، اشتاقوا لك الفانز، تعي سلمي عليهم، تعي لهم هاي. ما اشتقتوا لسلام؟ أهم محاربة عظيمة عندي بحياتي سلام، باقية على الوعد. الله الله. هاي. هاي، اليوم كيفكن؟ كيفكن؟ مشي حالكن؟ يا أنا بحب ماستر وماستر بحبني. برني قلبك. باي باي. إذا خيروك تستقر ببلد غير لبنان وين بيكون؟ لبنان لا يبدل، بلد الفن والعظماء والطبيعة الحلوة والشعب الرايق والمسقف، موت عليهم. مبسوط كتير هون، مبسوط بحياتي، مبسوط بعائلتي، وكل شي منيح الحمد لله. ما بفكر ببلد تاني مبدئيا. عن جد بلد الحرية الفنية. ما عاد في خزان أحزان، لا خزان أحزان يعني بحس كانت مرحلة هيك لما ما بتقدر تفهم شو عم بتحس، بس تفهم مفاتيح الحياة، وتفهم انه مقابل كل نجاح في خسارة، ومقابل كل وقعة في نجاح، وانه الحياة تراكمية، وانه الحياة نسبية، وانه لا شيء عبثي بالحياة، وانه لما بتنأذى او بتوقع او بتنضرب هو اثر لشيء معين رح يكون، وانه كل شيء رح تعمله كبير بالحياة رح يبدأ بخطوة. طبعا هذا الحكي موجود بشيء اسمه اثر الفراشة. يعني اي شيء كبير صار بالحياة بدا صغير، مشروع فني ايقوني او كبير بدا صغير، سيارة خيالية بتبدأ يعني محرك، وبتبدأ قطع 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 قطع. الحياة تراكم، فبس تفهم مفاتيح الحياة هي كلياتها بتصير هني مع نفسك، وبتصير بتفهم حزنك أكتر، وبتكون رايق على حالك، ما بتجور على نفسك يعني، بتقول رواق، أنا رواق، ما بدها هالقد الدنيا، ومشيت على قبلي وحتمشي علي وحتمشي على اللي بعدي بقوانينها مش بقوانيني أنا. ما فيني أعمل شي. الموت حق، والألم جزء من الحياة، أساسيات حياة، وقواعد بدك تتعايش معها لتعيش حر، وتعيش سعيد مع نفسك وفي سلام مع ذاتك.
شو حكيت وشو تفلسفت يا عمي؟ يا عمي شو اني فيلسوف؟ كل شي معلومات كبيت لكم اياهم، مش الحال خلصتهم. طب اثبات. ثبت. بحياة امك ما توقع. طب ما روح. لا انا امك كلبي. سوري. تليفون امك كلبي. اثبات. ابوس ايديك بشتري لك شاحن جديد. اذا بتثبت بشتري لك شاحن جديد. واحد. طب ما خلص. شو عم تهاتف على التليفون؟ لا انا اكيد لاقي له حل. بدنا ديو مع شاروخان، مالي فاضي. انا فنان مشهور وعندي كتير متابعين ومالي فاضي لهي قصص اخي. ايه ما سكرت. حالف يمين طلاق ما يثبت التليفون. طب اذا عملت هيك ثبت. انا مطعوج شوي بس ثبت. ثبت. خاي اشتري لها قاعدة وما اكل يا اخي وما يمشي. هي اسمي زابر رايح زي زدي ستي. على فكرة من أجمل ما حضرت أنا بحياتي. كتير حلو المسلسل. عم تغير علينا. خلص بقى انتم مشتاقين لي بس تغير شو بده يتغير فيني يعني؟ طولان داني شوي ما عم بحلي. هذا أنا الإنسان كيف بده يتغير بأربع شهور يعني؟ سمنان شوي خدودي كبراني داني طولانة هيك قصص. هلا بتشوفوني بفيديو كليب مرتب بايب أموركم بخير بترضوا فيني. جامع كنيسة. دعينا طيب الله يوفقكم يا رب بالامتحانات وإن شاء الله هيك بتعملوا شغلات حلوة ورايقة وبتجنن تعقد مثلكم. صحيح نفسية برو ماكس. ايه انا كتير 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 شو اسمه مغرور. انا كتير ايجو وهيك وما بتحاكى صراحة. ليش أدنيك زغرانين مشان يسمع فيهم؟ يا عسالة يا عسالة يا بس افتح مع الفانز شو بدك سئيل انا. الهالة كلها بتروح هو أراضي دبلكة بتروح الهالة ما بشي. تفتح لايف 10 دقايق بننزل سطيح. متى نشوفك عروس أخوي؟ بدك تشوفني عروس ليه؟ عن جد شو سعيد. عم تحضر مسلسلات؟ ايه والله عم بحضر مسلسلات. عم بحضر مولانا بتجنن. انا بختار مسلسل عموما بكل يعني بكل سنة بختار مسلسل. صراحة اخر كم سنة عم بيفوز معي طبعا القدير تيم حسن. يعني شو ما عم يعمله طبعا ما يعني الانتاجات اللي عم يعملوهم كتير كبار. طيب انا حكيتكم بسطت فيكم بحبكم كتير اشتقت لكم كتير. فسرت لكم عن اللي جاي شوي وقلت لكم انه انا بحاجة هذا الدعم منكم لأي خطوة جديدة بدي اعملها لانه ما بتكمل بلاكم اصلا ما هي بالنهاية عم تتقدم لكم. بحبكم كتير. شكرا لانكم هون. شكرا لانكم دعمتوني اني اقدر اكون بمطرح اعبر عن حالي واعبر عنكم. والله يقدرني هيك كافئكم بموسيقى حلوة دايما وبأشياء بتشبه قلوبكم جميلة وراقية. انتبهوا على حالكم انتبهوا على عائلتكم انتبهوا على دراستكم. ضلكم دايما بخير. دعولي كل ما خطرت على بالكم. دعولي بالخير والصحة والعافية والرزق. بموت عليكم. ضلكم بخير يا رب. باي يا حلوين.